هلا وحبايب ومكملين البارت الأخير من قصة هدى. أتمنى يا رب يعجبكم تستمتعون بقراءته. قبل ما نبدي لا تنسون ما تخلون اللايك وتعليق حلو مثلكم، اشتركوا حبايب بالقناة إذا كنتوا مشتركين. وصلنا بالبارت السابق إنه رادت تروح العرس ميتة. المهم نرجع نكمل. قررت ما أروح، أحس شغلة بيها حرام، أخاف أشوفه وما أتحمل له هو ينحرج مني. أحسن شي أقعد بالبيت وأسكت وأقابل أختي فريال اللي صارت لهوتي بالدنيا هاي. هنا سهيلة خلفت ولد أو شاخت فرج شيخة علينا، وتمر الأيام تعودت على هالعيشة وحامدة الله وشاكرته، وطبعا ما تخلى من المشاكل ويا سهيلة حياتنا. سنة 2003 نسمع أمريكا راحت طقنا، وما أدري شنو إحنا بوقتها ما نهتم للسياسة وما لنا شغل ولا نخاف لأن الحرب مش يمنا، أمان عدنا وخيرنا وقعنا، لا نخزن مثل الولاية ولا نضم شي، بس أتذكر النفط ترس فاخر تانكي. بهاي الأيام إجت المرة تاخذ من عندنا الروب العفو، وياها مرة طبًا ورحبت بيهن كل الهلا تفضلن الله يسلمك. المرة تعاين علي وذيك تقولها هاي اللي قلتلك عليها. قعدن بالاستقبال اتفضلن خالة، شنو تدورن على شي رايدات شي؟ اي والله جايين عليك نخطبك. شنو؟ اتخردلت طبعا كالعادة سهيلة تتجسس وتتصمت. طبت قامت ترحب وتأهل. يتفضلن أنا مرت أخوها. هلا بيج، احنا جايين على حماتك أم وليد. قالت خوش بنت وشاطرة. اي والله كلش خوش بنت وشاطرة مش قدامها. ظليت صافنة سهيلة تمدحني. شنو عجب؟ اي احنا جاي نخطبها لاخوي. المرة كانت كبيرة عبالي تخطبني لابنها. ظليت ساكتة. سهيلة قالت إلها اي شكو بيها بس اخوك ما متزوج؟ لا متزوج ومرته ميتة وعنده 5 جهال. ايش قد عمره؟ مش كبير كلش، عمره بال50 سنة أقل هيج، بس بعده شاب. اي شكو بيها؟ يجي أخوها وأقول له اي ردولنا خبر بيت أم وليد. قامت والمرة تعايلي وأنا شطت شوط. شنو آخذ واحد بقد أبويا؟ ظلت سهيلة تحكي علي، أنا رديت عليها صحت عليها أحرق روحي وما آخذه. سمعتي ولا طبج طوب بعد أحسن عساك حارقة روحك. شلت سعفة كانت بالقاع وركضت وطقيتها بيها من حرقة قلبي. ما أدري شلون هيج سويت بس موتتني. تتحكم بيا هي صرخت طقيني اليوم ما حد يخلصك مني. لزمتني من شعري. فريال شافته من بعيد وإجت تركض. شيلي سعفة النخل وطقيها على ظهر السهيلة. هدي أختي هديها اليوم قلتلك خلاص. سهيلة كسرتها تكسر. هدتني بعد ما جرت العطب من شعري. النوب ركضت على فريال المسودنة المنغولية. أنا إلك اليوم. شيلي طابوقة وطقيها وشمريها على فريال. طاحت برجلها كسرتها كسر. قعدت فريال تصرخ. أنا شلت الطابوقة ورديت طقيتها برجلها. هم قامت تصرخ وفريال تصرخ. اجو الفلح تركض علينا وفاخر من بعيد شاف الفلح تركض هم اجا يركض. شنش صاير شبيك انت صارخن؟ كان راسي مكفوش وسهيلة تصرخ وتقول له هجمن علي موت تموت الحقني. اندار علينا احنا هم نتصارخ. قلت له فاخر رد مرتك لا وحق علي اخذ فريال واهج واخليك فرجة خلق الله. شنش صار احجن؟ قلت له مرتك تقول لك جريت فريال ما تنجر تصرخ من رجلها وتبكي. قوم ندش لغرفتنا ما اقدر اشيل رجلي. وقامت تصرخ يما الحقيلي خبصت الدنيا صريخ. قلت له شني تعاين عليها تعال شيلها ناخذها للمستشفى. سهيلة كسرت رجلها. صاحت سهيلة طبها طوب. شوف ايش سوت؟ يبست ظهري بالسعف ما اقدر اشيل ظهري. ولكن على اليمن تعاركتن. شجاجن شلون يا ربي؟ مرتك تريد تزوجني الشايب. عاين على سهيلة. شو اسوي؟ ماكو غيره دق بابك يا البايرة. رد عاين فاخر علي وأنا ما أتزوج وقاعدة على قلبك خوش. ما خليش تتهنين بخير أبويا وحدك. أزوجك وأخلص منك صح فاخر بس. فريال تصرخ رجلي. قومتها وطبيت للغرفة. وسهيلة تصرخ لو تقتلهن لو أروح لأهلي. سديت الباب علينا ولميت شعر اللي كان مكفش. فريال تصرخ مسحت دموعها من عمت عيني. شجاج انتي تردينا عاين عليهم كلبة براسك؟ اندقت الباب صحت يا هو افتحيه ديوة. شي تريد فاخر؟ افتح الباب شمالك ما افتح تريد تطقني؟ سهيلة وزتك علي؟ لا ما طقك قولي وروح امي. ما طقك وروح امي وابوي ما طقك بس حاجيك.
قمت فتحت الباب وبكيت عليك بروح أمه لا تطقني، ما طقك بس لا قلت ليش ما راضية بالزلمة الجايج، احنا ما نصدق يجيك واحد وانتي النوب ما ترضين، عليش ما ترضين بيه، كبير بقد ابويا واني هم ما اريد اعوف اختي واتزوج، اني يمها وسهيلة تطقها لو عفتها تذبحوها. صاحت فريال هدى إذا تزوجتي أخذيني وياك، ماني دا أظل ويا فاخر وسهيلة، شوفوا شلون أنا ما أعوف أختي، لزمني من إيدي ترضين وغصب عليك خوش وباكر رد خبر إلهم إحنا راضين، هدني فاخر مش حلفت ما تطقني، شو مر إيدي حيل، أو طلع ركضت سريع سرقيت الباب، شلون يا رب وين أولي وين أنطي وجهي، يا هو الإلي فريال قالت هدى راح تعرسين وتلبسين بدلة عرس، أي أحجي وأبكي هدى جاءني ليش ما أعرس وياك، أريد ألبس بدلة وأقعد مثل العرايس والنسوان تطش علي وأهلية، فدوى هدى خلي أعرس خايبة ما تسكتين هنيالك كونانة مثل عقلك، اتعشينا أو بقينا نباوع مسلسل، رجلي توجعني يا دهر فرس هيلة خلي أقوم أجيب لك مي حار وملح، عاين على الساعة ب3 بالليل، طلعت وأسمع صوت طق من بعيد، الله يستر شنو هاي، بساعة حميت مي وملح وقعدت أفرك برجليها وأدعي على سهيلة النوب شديتها حيل وهي تون، لحد ما نامت، قعدت الصبح للقاع أشتغل وعفتها نايمة، أشو أسمع الفلح يحجون طقتنا أمريكا وراح تطب علينا، ما أعرف أنا شي بس أسمع حرب صارت يمنا، شي إحنا بس أشوف الوادم بسياراتها محملة طب كل من يجي القرابة العفو، يما قامت الناس تعوف الولاية وتجي من الريف وكلها تتفرج تعاين عليهم، للعصور المرة اللي اجت قالت همزين هي قالت أجي آخذ قلت همزين هي قالت أجي آخذ رايكم، قمت أدعكن ما تجي أبدا، فريال خطية تعرج من رجلها وسهيلة كل ما شافتني وتسوي لي بسيطة بإيدها، إجا أخوها جبح الشوفتة يمشي ويعاين علي ما أدري إيش قايل لها، أو أخذته وراحت، وأنا جاية متلت النور أخبز وفريال قبالي من بعيد أعاين سيارة حلوة بيضة وقفت قبالنا، قمت أخبز وأعاين متعجبة منين هاي السيارة، نزلت بنت جني شايفتها، خلصت قمت أذب مي وأعاين أشوف مرة نزلت وراها توجهن علينا، أو نزل زلمة، عرفت بساعة محمد إيه أخويا محمد شمرت الخبز مني خايبة فريال أخونا محمد هذا، ركضت عليه وفريال تركض وتعرج محمد وهو يضحك وفك إيديه اثنينهن حبيباتي فراولو هالداوي مشتاقلجن، ركضت بحضنن شمرت خويا شلونك شخبارك هيج تطول علي، حقك والله ومشتاقلج، عاين على فريال فراولة حبيبتي حضنها ويبوسها، أنا ركضت على خالتي أم محمد هلا بيج خالة، يما نورتي العمارة كلها نورت العمارة كلها بيج، أو رحت لسندوس كانت لازمة ولد بإيدها هذا ابن أخويا محمد، إيه هذا مصطفى، لنقت عليه وبوسته فريال تحب الجهال، شالته بساعة، اجت السهيلة تسلم وراحت، أحس الله دزلي محمد بوقته، أحس حتى الحرب قامت على مود يخرب العرس وما تصير الخطبة، اجا فاخر يركض صدق اجوا بيت محمد قلت له إيه اجوا طب يسلم عليهم وأني بساعة ركضت كضيت دجاجتين وانطيتن للفاخر يذبحهن، أصلختن وركبتهن تركض هيج وهيج فرحانة بيهم، أحس أهلي ذولي إجوا وحطيت العشاء، سندس قالت تعبناك حبيبتي اليوم، لا بعد روحي تعبك راحة، حبيبتي الله يحفظك، قلت بقلبي هاي مرت أخو أو ذيك مرت أخو، فريال حاطة ابن محمد وتلعب وياه والولد يضحك مكيف، تحشينا حتى فاخر تعشى ويانا وقاموا يسولفون على الحرب وأمريكا، سندس نامت بالغرفة يمي ومحمد نام يم فاخر بالديوانية وظلينا نسولف شوية ونامن، كانت تعبانات من الطريق، قعدت من الصبح حطيت الريق وخبزت خبز حار وقمر عرب أو دهن حر وزبد، حطيت الصينية شكبرها، محمد شافني قام أخذ الصينية مني وحطها بالقاع وباس راسي، عاشت عيدك أختي حبيبتي، شقد خجلت وفرحت بقلبي، تريقوا وطلعوا على الشط ويفترون بالمزرعة، هناك وأجت المرة اللي تريد تخطبني، طلعت سهيلة إلها وأخذتها لغرفتها، من شفتها سوري ركضت لمحمد حكيت له وقلت له خلصني داخلة على الله وعليك، أو حكيت كل شي لأخويا محمد، تعبت المن أشكي همي، كل هذا وضامته علي، لويش من أجي ما تقولي خويا أنت ما تنشد علينا رحت وما رديت، إي حقك هم صدق أني هملتكم بس منا وهيج أعرف شلون أتصرف، محمد خويا أنا كل شي ما أريد هسه بس كوني فك ياخا مني فاخر ومرته،
ترضى أخويا آخذ لي شايب عليش إيش ناقصني أنا؟ أو لو عرست ياه هو يظل يم هاي المقرودة في ريال. أني بطلت حتى عرس ما أريد أعرس كرهت العرس. ليش هيجي تحجين حبيبتي؟ أنتي من حقش تتزوجين وتختارين اللي ترضينه. خويا هو وين اللي جاني حتى أختار؟ ماكو غير سالم ومرة عمي هدت علينا، وهالشايب الواد حسبالها صدق أنا صايحة الصيحة علي. بالله شنو من عقل متخلفة أنتِ طفلة بذاك الوقت صف سادس ابتدائي، شنو صايحة عليج؟ شنو الخربطة هاي؟ خويا أني ما أريد منك شي، بس خلصني من هالشايب وفاخر، لا يجبرني على شي ولا يمشيني على شور سهيلة، خليه يهدني نعيش أنا وأختي بقاع أبويا، لا ماخذة منه فلس ولا واصلة يمه، ليش طالبني؟ قام محمد عصبي أول مرة هيج أشوفه بطبعه هو هادي ووجهه يضحك. اتعصب وقام عافني ويمشي سريع. مشيت وراه محمد خويا على كيفك مو تتعارك وياه، ما حاجاني. أركض وراه ركض يمشي سريع. وصلت لبيتنا أشوف سهيلة طلعت ورا المرة، وصلتها للشارع وهي تعاين علي وتضحك. صاح محمد فاخر. قالت سهيلة موش هنا يم الفلح غاد. خويا محمد أحلفك بكل عزيز على قلبك على كيفك موش تسوي طلابة. أحكي وطبيت أنا وياه لغرفة الخطار. حكت خالتي شنو القصة شكو وش صاير؟ ماكو شي. سندس قالت هدى حبيبتي أريد أغسل المصطفى. لا بنطيل شوفي متسين؟ إي خلي أني أغسل له إلج. لا ما تعبج أني أغسل له بس تعالي وياي ترى البيت بيتج لا تستحين. امشي حبيبة. طلعت أمشي وياها أو سهيلة واقفة. فتت منها لزمتني من إيدي. هدى ايش قلتي لمحمد؟ وأخري والد شغل. وجريت إيدي ورحت غسلت سندس لابنها. ورديت واقفة تروح وترد تريد تتصنط. أثاري فاخر جاي. سندس شافت محمد يحكي ويا فاخر بعصبية. قالت خلي أروح لغرفتج أخاف عندهم حكي ويستحون قدامي. إي تعالي. وخالتي لحقتنا. فريال إجت وحطت الولد بحضنها والضحكة وأني بالي يمهم. صح فاخر هدى؟ ها تعالي. رحت يمهم هدى أني شنو مسوي لك وتشكيني يم محمد؟ قولي شنو اللي سويته؟ منين أبديك من سالفة ذهب أمي لمرتك باقته وتلبسه قدامي وتحرق بقلبي. لو ضربك إلي لو إهمالك صار سنين من ماتت أمي انطيتنا فلس. أنا أشتغل حالي حال الفلح وأنت الربح إلك تبيع المحصول وتحط بجيبك. مرتك تلبس ذهب ويومية لبس شكل. لو آخر شي تريد تزوجني الشايب. وموضوع هدى اتسدى ما تتزوج غصب. فاخر ذني خواتك إذا متعاجز منهن أنطيهن حصصهن وحصتي وآخذهن لبغداد. فاخر هذا أخويا اللي تريده يصير. لا لا خويا شنو السالفة؟ أوعدك ما أغصبها على شي أبدا. وعد خويا مو بس هاي. الداري خواتك ومرتك تحترمهن ترى هذا بيتنا وحلالنا وقاعنا كنا مو بس إلك وإحنا مأمنيهن عندك. برقوبتي محمد خويا وهاي راسها أبوسه. آسف خويا وعد قدام خويا ما غصبك والشاي بالمتردينة هاي هي. الرد خبر إلهم ما صارت. طب بس سهيلة وصاحت بس أنا قلت لهم رضينا. استوى هالمرة اجت وقلت لها رضينا. وانتي منو أخذ رايك ومنو نطاك الحق تتدخلين بين أخواتي ها؟ أو شنو دخلة علينا؟ بلا أحم ودستور. سهيلة امشي غاد. يلا لا شني انت مالك رد على خواتك شني تقول الناس ردوا بحكايتهم. اطيت خبر للوادم محمد اطلعي برا يلا وتأدبي وأحذرش تتدخلين بخواتي. فاخر رد زوجتك. صاح بيها فاخر وطلعها. ظل محمد يمنا أسبوعين بس شنو أحلى أيام عمري من بعد موتة أمي. حسيت عدنا عائلة نقعد ونضحك ونسولف. فاخر تغير جذريا وياي بوقتها ويتمصلح علي. ورا ما راحوا حسيت مكانهم خالي وفريال شبعت بكى عليهم وعلى مصطفى. تعلقت بي وأنا ضجت كلش. رديت أنا وأختي وحدنا ننام وناكل ونقعد. سهيلة ما عاد اتدنت إنه ولا فتحوا موضوع الشايب بس أخو سهيلة قام يروح ويرد علينا. سمعت طلق مرته. فاخر رد يخليني أطلع أسرح بالهوش. صدق تعب بس أطلع أشوف السلف الوادم أخذ الغنم وأروح نوبات. فريال تجي وياي نوبات تظل تلعب ويا جهال السلف لو بالمرجوحة اللي كل ما تنشلع أسويلها غيرها تلعب بيها. بعد مرور أشهر بعد السقوط بأشهر حسن أخو سهيلة قام يروح ويرد لا شغل ولا عمل. قامت سهيلة وشغلته بقاعنا يشتغل فلاح ويانا. كرهت القاع من ورا وين ما أروح أشوفه قدامي يهز بحواجبه لو يغمز لو يذبله حجاية. أنا صارت بي خافة
أخاف أقول للفاخر وهم أي ذبحة، فما أرد عليه. فد يوم طلعت بالليل ورا البيت أجيب دبة الغاز وجرني واحد أدير وجهي وأشوفه حسن ريحته تقتل جنه شارب فد شي. هداش مالش أنا رايدج عليش تصديني، طلقت مرتي على مودج، دفعت وخرت يا غادج جابك نص الليل، اجيت أشوفج ما ترحين من بالي انتي حلوة كلش، أقول لك وخر لا أصيح فاخر وأخليه يذبحك. ما تفتهم ما أريدك لو تظل بس انت. جر ايدي حبها واني جريت ايدي وخر، كشت روحي منك، طقيته أو ركضت للغرفة سرقتها علينا. أسمعه واقف يم باب الغرفة ويدق، هدى وين ترحين مني؟ أقضج انتي إلي وما تصيرين لغيري، من شبح شوفتك لو تظل بس انت ما آخذك. خايفة أقول الفاخر أو أقول ساعة، لا أخاف انفضح مرت الثانية. للصبح طلعت هم شفته ويا الفلاحة، شلون يا رب وش يخلصنا؟ صارت سهيلة قبالي. شوفي سهيلة، ردي أخوك لا أقول للفاخر عليه، أمس بالليل يتهجم علينا وإحنا نايمين، يا دهر فرج تذبين تهايم على أخويا. أقول لك أنا قلت لك ردي أخوك وقولي له مرت الثانية لو دق علينا الباب أقول للفاخر وأخليه يقتله حلال، هي متعودة من الطلايب. عفت ورحت أحلب بالهوش حتى ما رحت للقاع، ظليت كل يوم أتهزم منه وأروح أسرح بالهوش. فد يوم رديت لقيت حلاوة بيد فريال، قلت لها منين لك؟ خايبة حسن أخو سهيلة طاها إلي، ليش تاخذيها منه؟ لا هو انطاها إلي. استغفر الله، عود يسوي روحه حنين لو زين لو أي نوض ما أرضى بيه. بالليل فاخر ما عندي موضوع قال عندي موضوع وياك. شنو خويا؟ حسن رد طلبك مني وأنا قلت له ما أخصبها بكيفها، خويا ما أريده، أمه من كانت عايشة ما رضيت بيه وهسه هم ما أرضى ولا تخصبني. لا ما غصبك، فكري وهاي إمتانيك. ما فكر ما أريده. ورا فترة هم رديت لقيت اللعابة بيد فريال منين لك؟ انطاني إياها حسن، جابها إلي، موش قلت لك لا تاخذين منه؟ ها ليش تاخذين؟ ظلت ساكتة بس فريال خايفة كانت. بعد شهر فريال تمرضت، قامت تستفرغ وراسها يوجعها، قالوا أظن بيها تيفو. أخذتها العارفة جوتها براسها، قامت بيها وما تنام. لو رحت أسرح بالهوش أرد ألقاها تبكي وخايفة، خايبة شبيك؟ تقول راسي يوجعني. إلى أن شوية تحسنت، بعد فترة بطنها انتفخت. سهيلة جتني أقول لك فريال شنو حبلة ولك؟ ما تستحين؟ أختك جنها حبلة أو تتنسى تشمشي تستفرغ وبطنها انفخت، شوفيها هي عدها بطن من زمان. استحي وكافي النوب. رديتي على مسودنة عزه هسه حيطلع شو اسمه حسن مغتصبها أصلا اللي هو أخو سهيلة. قالت بسيطة، خلت وراحت وأنا ظليت أفكر يما اسم الله. طبت فريال تركض، هدى هاولج خايبة بطني بيها ولد، راح أجيب مثل مصطفى ولد وألعب وياه. ضربتها على إيدها، انشبي شنو هالحكي هو اللي قالك؟ سهيلة قالت وظلت تبكي. طب فاخر علينا عيونه شرار، صدق اللي سمعته؟ خويا كذب اسم الله. شنو سهيلة تذب تهايم علينا؟ سهيلة نبت منها خوش تجيب الجدة أم أحمد أو أجي، هاي شوخة رجل. فاخر قالها روحي وظل يتوعد. قمت أرجف، السالفة صارت صدق يما اسم الله دخيلك يا علي. رديت على فريال، ولك أحد وصليك؟ كاظة بطنها وتضحك، ولك أحكي شنو شبيك؟ أحد تقرب يمك؟ ها ظلت صافنة وما تحكي. احكي فريال، صرخت بيها قامت ترجف وتبكي. طبت سهيلة وياها الجدة، جرني فاخرة طلعي وخر من أختي، دفعني وخنقني النوب، ولك اليوم لو صدق أذبحها. قمت أرجف شوية وطلعت الجدة قالت يا المنغولية حامل وعليها 3 أشهر، دهر فرشة نكون. ركض فاخر وجر فريال وأني أصرخ عوف أختي عوفها. فدوى فاخر أبوس رجلك، بس ما سمعني، دفعني ويصحى بفريال وهي تصيح هدى تعالي لحقيني. عزب عينك، هذا حسن 1,000,000%. دفعني فاخر ويسحل بفريال وأني أركض وراه. فدوى فاخر هدى لحقيلي فدوى، هدى رايح يقتلني، كل شي ما مسوية ولا معاركة سهيلة أو هو يجر بيها وأنا أركض. فاخر بس هدها أروح لك فدوى، هاي مسودنة وما تفهم، وجهي اليوم أذبحها وأشرب من دمها، خلي أغسل العار والجن سخمتن وجهي. يحكي ويسحل بيها وأني أقوم وأجرها وهو يدفع لحد ما وصلها لغرفتهم. شمرها وقفل الباب.
أو صح سهيلة لو طلعت أذبحج بدالها هسه أرجع. راح يركض وأني إجيت وصلت لبابهم دفعتني سهيلة وخري. ما سمعتي إيش قال ود سهيلة بس أحاجيها بس خلي أقولها يا هو هيج مسويلها فدوة حاجيني في ريال. هدى طلعيني هدى كل شي ما سويت حتى أنا مريضة ونايمة هدى. أنا خايفة طلعيني يمج. دفعت سهيلة وخري جرتني وهم وخرتني تالي فقدت دفعتها وكسرت بالباب أدفع حيل بلكت ينفتح بس ماكو. أطق بيه حيل أو ترجع سهيلة تجرني وادفعها وجف ريال أحجي يا هو وصلج. خايبة إيش وصلني أنا جنت نايمة راسي يوجعني حتى ما معاركة سهيلة وجف ريال حاجيني يا هو اللي تقرب يمج. سكتت أحجي في ريال قبل لا يرد فاخر. هدى أخاف أحجي ولج ليش أحجي؟ مو هو قال لو حجيتي أذبحج واذبح أختك هدى. أني أحبج وأخاف عليج. خلي يذبحني بس أحجي. ضربتني سهيلة براسي حيل وقعدت بالقاع. رديت قمت. طب فاخر يركض بإيده خنجر ووراه يركض نواظم ابن عمي وعمي أبو كاظم. صاح سهيلة ردي جيبي الجدة. صحت فاخر تعود من إبليس هاي خبلة عوفها. وخري غاد لا أذبحج قبلها. اذبحني فاخر اذبحني وخلصنا يلا قبل لا تجيسها. صاح عمي طب وتجبح هالشوفة كل المصايب من وراجن لا بارك الله بيجن. ما تصالح وبس الضيم والعار عافى علينا. انت شلك شغل نعرفك سوري تعرفنا ناشد علينا شايفنا. كان يضربني أخوي هيج تحجين ويا عمك ضربني ناظم راجدي صحت وحق علي لفضحكم فضيحة لو ذبحتوها. فريال تصيح هدى طلعيني. اجت الجدة أم أحمد سألها عمي صدق اللي سمعته؟ اي أبو كاظم. وإذا تريد أخذها لأي دكتورة البت حبلة والجاهل يتحرك بيه نبض. شنو ما أعرف خبرة 25 سنة أجيب نسوان أنا. خوش أطلب منش طلب قول أعطيك فلوس بس ما تجيبين طاري خوش انطيني الفلوس ولا أعرفكم ولا تعرفوني. طلع عمي ضبط فلوس وحاطهن بإيدها. حبتن وراحت شوية ارتاحت قلت بلكت راح يسدون الموضوع. طلعت ساكتة. صاح نواظم فاخر شوفوا شغلكم. طبوا للغرفة صحت شو تسوون؟ ركضت لزمني عمي ودفعني امشي غاد وستري على نفسك يلا. أقفلوا الباب عليهم. وأسمع صريخ فريال. هدى لحقيلي كانوا يضربوها مدري خنقوها أو هي تصرخ وأني أصرخ وياها. دفعني عمي للاستقبال أو سرق الباب علي وأني أدق وأصرخ ماكو بالربع ساعة إجا فاخر فك الباب أو دشداشته كلها طفار دم. قال ذبحتها وأذبحت شلون نطقتي بكلمة. دفعته ورحت أركض بغرفة سهيلة وأشوف الراس مذبوح مثل الدجاجة وترافس ولج فريال. أصرخت وقعت عليها اتلطخت بدمها. الله لا يوفقكم ليش هيجا خيتي فريال قومي حبيبتي. جروني منها فقدت كلش قمت ما أركز مثل الكابوس وأريد أقعد منه. توها تضحك تقولي راح أجيب ولد. توها تركض توها وتصيح هدى متي وما قلتي ياهو وهيج سوالج. تخافين عليه فريال لا تعوفيني أني محتاجتك. حقراء كلاب جبناء كلكم دايرين على منغولية وتذبحوها انتو مو الزلم. انتو حرام حرام تسمون زلم. الله لا يوفقكم. صح عمي سكتوها وجيبوا لها تابوت للمنغولية وقولوا غرقانة وما نسوي فاتحة كيف منغولية ومسودنة ما نريد فضايح وانتي لو سمعت طالع منك حجاية أذبحك فوقاها. تفو عليكن وعلى ساسكن لو ما عدكن ساس نجس متسون هيج فضحتنا بين العربان. طيحتن عقلنا. امشي طبي لا بارك الله بيكن. جروا فريال جثة ورقبتها تتلولح مثل الفيلم الرعب شفتها وتعارضت أصرخ. الدف ريال شبعوني دق وفوتوني للغرفة وسدوا الغرفة علي. قمت أشيل روحي وأدقها أشيل روحي. اتخبلت لحد من هد حيلي وراسي أحس صار جبل. نار بقلبي مشتعلة ما تطفى. هنا وقعدت بالقاع ما حسيت بروحي إلا ثاني يوم قعدت انتبهت عيوني مغوشة وإيدي ورجلي وجسمي كله بايد ويرجف. أسبوع أنا محبوسة يحطولي ماعون مثل الحيوان جوا الباب وإلي مرة واحدة أطلع للحمام وفاخر يفتح الباب ويتفل علي. فضحتني الله يسود وجهجن. بعد الأسبوع تمرضيت وقاعد ظليت طريحة فراش ما أقوم بس حق الحاجة. أو فاخر يطب ويحط لي أكل ويطلع. فد يوم طب قال لي اسمعي هدى أنا ما أكرهك ومش ما عندي قلب بس انتن فضحتني وأختي سالفتها ما تسولف.
أو كان لازم تنذبح، هاي عاداتنا وتقاليدنا. البت اللي تنطي شرفها أهلها يذبحوها. وفوريال صدق منغولية بس كانت تعرف العيب. أمي أتذكر دوم تقولها لحد يجي يسيج، وحتى لو ما تعرف هي حبلة، كون موش حبلة أستر عليها، بس هي حبلة. شنو لو ما جابت نغل شلون شنقول للوادم؟ عدت السالفة انسدت، والناس كلها هسه درت غرقت أو ماتت. وانتي بعد انطيتك الحسن أخو سهيلة، اتزوجي وخلصي من ظلمي لو أنا ظالم. مش أحكي وياك ما تحجين، كنت ما أحكي ولا إلي قابلية أحكي، وما أريد لساني يطخ لسانه، وما عاد تفرق عدي اللي تزوجت حسن لو غيره. أني ميتة هسه بس جسد. ظل يحكي وأني ما أحكي. آخر شي قال المهم أنا بلغتك حسن خطبك وأنا رضيت، وقلت له لحد ما تجهز روحك تعال خذها بسكتة، لأن إحنا حزنانين على فريال. طلع وسد الباب. أول مرة ما أبكي، أو كني ما سمعت شي ولا حكيت ولا اهتميت. أنا كنت عايشة بغير عالم. أتذكر في فريال لعابتها وضحكتها سوالفها من كنا صغار ونلعب ببيت بيوت أنا وياها، وحلا وميثم وهي تجلب بالمنجل حتى تصير الأم. من رحنا لبغداد من حضرنا عرس محمد. وينك خويا محمد؟ مو على أساس تجي كل شهرين؟ هاي صار لك 4 أشهر ما بينت. كل شوية أتخايل واقفة قبالك وتقول لي مش طيلي. بعد أسبوعين أكثر طبت سهيلة علي، أقول لك هدى قومي يلا. شفتها ودرت وجهي منها. لا تديرين وجهك هدى، يلا قومي آخذك اشتري لك ذهب نيشان، ما ظل شي على عرسك، بعد أسبوع ياخذك يجي حسن. يلا قوموا وانسي اللي صار، وأخويا ترى يحبك وشاريك. خايبة بس تحجشيني خرسيتي حتى نعرف ما حكيت شي. بكيفك خلي أروح أنا أجيب لك على ذوقي. دارت سوري ظهرها تريد تطلع. قلت لها سهيلة ترى فريال قالت لي يا هو تقرب وانها وأخذ شرفها. وقفت ودارت وجهها علي وصارت صفرة. إياه هو وتخردلت. أخوك شني؟ إي أخوك مقشمرها باللعابة ونوبة حلاوة. أقول لش لا تذبين تهايم على أخويا، شو وقت فريال قالت لك أشو أنا واقفة وأنتي تتوسلين بيها تحكي وهي تخاف. ورا كم يوم طب أفاخر وياه حسن. قال هدى حسن يريد يحكي وياك، ما ظل شي بعد يومين وتتزوجون، وباكر أجيب السيد يعقد لكم. خلي حسن يشوفك ويحكي وياك هسه، هو خطيبك. ويوم وزلي وخزرني طلع وأشر لي من بعيد ترى أذبحك لو حكيتي شي. خليته راح وهجمت على حسن. كان يم الصينية فافون وبيها ماعون. أول ما طقيته بالماعون طلع برا. قلت له أعرف أنت ورا سالفة فريال. شلت الصينية وعلى راسه. شبيك هدى شمالك شجاك يا فريال شنو شبيها؟ قمت أفشر عليه. كانت عند أمي بوفية بالغرفة بيها مواعين أو كوز. قمت أطلع وأشمر عليه. طلع يصرخ فاخر الحق لي أختك دمتني. طب فاخر مش سودن علي شي تسوين بالولد؟ شمرت ماعون على فاخر. أطلع أكرهكم أطلع برا خوش. أطلع بس باكر يجي السيد وأزوجك. إلا غصب عليك رضيتي ولا ما رضيتي؟ خله وطلع. قعدت يا رب وش أسوي هسه؟ تذكرت محمد يا هو ياخذني إليه. قلت باكر من يطر الفجر أشرد. قمت وحطيت ذهبي وفلوسي وسرقيت علي الباب من جوا. اجتي سهيلة صيحت رادت مفكيت. أسمعها تقول لي جبت الذهب إلك ونيشان تعالي شوفيهن. تالي ملت وراحت. ظليت قاعدة طول الليل لحد ما طر الفجر. أخذت ذهبي وفلوسي بجنطة ولبست عباتي وطلعت أمشي وأركض ما أعرف وين أروح، لحد ما طلع الصبح. أني بعدت من قاعنة أمشي وأمشي وما أحس إلا وأنا قريبة على بيت خالتي نعيمة. قلت ماكو غير أروح لخالتي وهم يودوني لبغداد. إيش يردون انطيهم بس خلي أوصل لبغداد قبل لا يزوجوني الحسن. مشيت لحد ما وصلت لبيت خالتي. دقيت الباب وفتح الباب ميثم. صار وجهي بوجهه. هدى ميثم الحق لي شنو شبيك يا هو وياك كم فاخر؟ هزيت له راسي إي طبي. طبيت لي البيت وسد الباب. طبي هدى انتي يمنش حد اللي يوصلك ارتاحي واحجيلنا. صاح يمه تعالي. ظليت واقفة شفت جاهل يزحف ويضحك. دنق ميثم شاله وطبل الغرفة وأنا بالحوش. طلعت خالتي شافتني تفاجأت هدى. ركضت عليها حضنتها. خالة ليش هيجي تقطعين بيا؟ خالة وينك عني؟ خالة فريال ماتت ذبحوها. وخرتني شنو ذبحوها؟ شنو ولك؟ خالة ايش احكي؟ جرتني متعجبة.
احجي شنو ذبحوها؟ رد طلع ميثم صاح يمه خليها تطب ترتاح. طبيت الغرفة خالتي قعدت أبكي وخالتي تبكي. طبت وحدة قالت مساء الخير. وحدة حلوة كانت لابسة حلو شايلة طاسة مي ناوشتني مي. ميثم قال شربي المي شربي. أشر لها تطلع عرفت هاي مرته. قلت الميثم انت مو شخوي؟ طلع تحميني. دق على صدره وقال انتي بحمايتي. خالتي قالت خلي نفتهم شنو صار. قعدت وحكيت لهم وخالتي تدق على خدودها يمه دهر فر فاخر. يمه شلون هيج صار وانتي وين كنتي عن اختك؟ انا اطلع اسرح بالهوش خايبة والهوش احسن من اختك صدق تحجين؟ مو هاي أمانة أمك وأبوك ليش هيجي تسوين؟ ميثم قام يروح ويرد بالغرفة. هسه من أروح أكتله حلال أحد يلومني؟ اسكت انت مالك شغل. شنو الطقة تريد تسوي مشاكل؟ وانتي ليش جاية شاردة هسه؟ خاله يريد ينطيني الحسن السكير يزوجني إله. فتح عيونه ميثم. موش تزوج هو؟ اي طلق خاله. أنا أشك بيه هو الواصل لأختي. شلون؟ اي خاله نوبتين فريال قالت لي انطاها حلاوة. نوبة منطيها لعابة وهو مقشمرها أكيد. زين انتم ما سألتوها؟ منطوني مجال. ركض وذبحها عمت عيني عليها. عاينة على ميثم. خويا ميثم مش أنا خيتك وديني لبغداد لأخوي محمد. إي آخذك بس أنا ما أندل لأخوك. وين قاعد ببغداد؟ شوية وأسمع فاخر يصيح وينها هدى؟ سمير قال له يا هدى ما جاية. طلعوها ما لها غيركم وما تندل أحد غيركم. فاخر شبيها هدى وين راحت؟ شردت من البيت. علي من هجت شو مسوي إلها؟ أقول لك خالة هدى وين؟ ما جاية عدنا. طب لي البيت سوري يفتر. أو طلع شوفي خالة لو أسمع بيها ضاميها أسويها فصول وعشاير وياكم. خوش امشي اطلع برا امشي يلا. خوش طالع. سد الباب سمير ملك شغل أو سارقيه من جوا. خالتي هم كانت بالعرب بس بيتها مسيج وعدها باب شارع كبير. طبت خالتي قالت راح بس مثل الثور الهايج. أنا خايفة عليك كوني يرد ميثم بساعة. آمال قالت عمه أخاف ميثم يتورط النوب. عاينت عليه لتخافين؟ علي أنا ما ورطة وأني أخاف عليه أكثر منك لأن أخويا هذا راضعين سوا ورابين سوا. مو قصدي والله بس أخوكي يخوف لا حقك. وأنا البدت شوية وطب ميثم قال يلا امشي بساعة يلا بس تنقبي. أي حبيت خالتي ولبست عباتي وتنقبت بربطتي وشلت علاقتي. خالتي قالت أمانة الله ورسوله ميثم يما مش أتأخر تتأخر علينا. يما لو وصلت لبغداد أخابر بيت عمي وطمنج علي. اجت آمال عليه ميثم وبكت. اش بيك أمولة؟ ليش تبجين؟ خايفة عليك أخاف يصير لك شي. لا إن شاء الله ما يصير ديري بالك على سيوفي. دنق وباس ابنه وجرني من إيدي يلا امشي. طلعت خايفة ومرعوبة كلش أرجف مثل السعفة قلبي وجسمي رجفن ومعدتي أدفور. صعدنا سيارة جيرانهم قلت له ميثم أخاف فاخر يشوفك لو يعرفك. كان لابس شماغ على شتافه. قال لا تخافين راح ألف وجهي بالشماغ منا لحد ما نطلع من العمارة. مشت السيارة بينا أمشي وأودع العمارة. وصلنا الجراج وأشوف فاخر يفتر بالجراج. قلت له ميثم ذاك فاخر. قال له بالسيارة أطلع من الجراج بساعة. شنو وين أروح؟ طبنا بذاك الشارع وأوقف. قال اتغطي وجهك زين. لف وجهه بالغترة وظلينا نعاين على فاخر. كل سيارة تصيح بغداد يصعد بيها ويعاين. جنة يدري أشرد البغداد لين أنا كل مرة أقول له أهج البغداد وأشرد. لأخويا محمد أني أرجف من الخوف وأدعي ربي يعديها على خير. فاخر لو كضني يذبحني مثل فريال. يا علي دخيلك داخلة عدك. سمعني أدعى وأبكي عاين علي ميثم بس عيوني طالعة وهو عيونه طالعة. هدى لا تخافين وانت وياي والله أحرق أو أذبح وأصلخ على مود دمعتك غالية علي. النوب زودت بكي على قسمتي وحظي قد فقرانة. دنقت مستحية يا رب استغفر الله ليش طلع أخويا لو هسه أني مرته. كان يقول لا تخافين هدى أنا وياك انتي هسه أختي وأنا أحميك وأوصلك لمحمد حتى يقدر ياخذ حقك منهم. نعاين على فاخر يروح ويرد. النوب صعد سيارته ومشى بساعة. احنا طبينا الجراج وصعدنا كوستر أمقبطة أو طالعة وإحنا نمشي نطلع من الجراج. رد فاخر طوق السيارة. قال ميثم دنق راسك. دنقت ومشت السيارة. طلعت من الجراج بسرعة. مشت سريع
جريت نفس وذبيت نقابي وميثم ذب نقابه ضحك. لا تخافين أوصلك والله وأحطك بيد محمد. أشكرك ميثم أني تعبتك وياي. لا تقولين هيج انتي أختي والله اللي يعلم معزتك بقلبي. من شفتك قمت أرجف عليك. أشكرك. ما قلت لي جبت العنوان؟ أي جبته. ظلت السيارة تمشي بينا لحد ما جلجل العصر كلش راح يصير هروب. وصلنا النهضة أخذنا تاكسي ميثم الطال ورقة للسايق وأخذنا الأذان يأذن. قاموا إحنا بالطريق تأخرنا بالطريق لأن كانت أمريكا سادين الطريق وازدحامات بوقتها. وصلنا للبياع مكان بيت محمد. نزلنا وقمنا ننشد على بيت محمد بنفس الفرع. قلت له يمكن ذاك بيتهم أنا أتذكره. رحنا دقينا الباب ويطلع محمد شافني. هدى اشمرت روحي بحضنه وأبكي. شلونك؟ هاي شبيك؟ ايش صاير؟ فوتي فوتي جوا. التفتت على ميثم أو التفت سوري على ميثم. آسف ميثم أهلا وسهلا نورت بغداد تفضل. طبيت جوا وأمسح بدموعي وصلت أحس لي برا الأمان مثل ما يقولون. طبوا ورانا صاح محمد ماما سندس وينكم؟ طلعت خالتي أم محمد بلبس الصلاة والسبحة بإيدها. شافتني تعجبت. هدى يا هلا ومرحبا تفضلي بنتي فوتي. اجيت بوستها وامسح بدموعي. فات محمد وميثم شنو صاير؟ اتعجب جايين وليش انتي او انت سوري وهدى وحدكم. ايش صاير هدى؟ انهزمت من فاخر خويا. انهزمتي؟ واختك شلون عفتيها وحدها؟ اختي ذبحوها الظلام. شنو ذبحوها؟ قمت املخ بروحي حتى حجابي نزعته والطم على خدودي. ماتت اختي فاخر ذبحها. خالتي لزمتني من ايدي. هدى اهدئي خاله خلي نفتهم ايش صار. قمت احكي وابكي ومحمد يشيل روحه ويطقها. صدق تحجين؟ الله لا يوفقك فاخر. هسه شو اسوي اني؟ قولولي شو اسوي؟ ادري وين قاعدين احنا بغابة خو ما غابة. ما جاي استوعب اللي يصير. معقولة احد يذبح؟ معقولة؟ وين وصلت بيكم عاداتكم هاي المتخلفة؟ وانتي وين كنتي عن اختك؟ ليش تعوفيها وحدها؟ ها ليش خويا؟ ايش مدريني؟ ما خطر على بالي هيجي يصير بيه. ليش هيج صار؟ بسيطة. قومي غسلي وارتاحي جوا. قومي. قومتني خالتي وطلعت سوري شافتني سندس سلمت علي. الله يساعدك على اللي شفتي. هسه سمعت خطية في ريال شنو ذنبها؟ كانت حيل بريئة عبالك طفلة. فوتي عيني فوتي. طبيت للحمام غسلت وجهي. بعد ما ارتاحت كان يقول محمد أقول لك هدى أخذ القرار للأبد ومن غير رجعة. تبقين يمي تعيشين لو إذا جوي عمامي ترحين وياهم. لا خويا أظل يمك في دول طولك. ما أريد أرجع للعمارة ولا أشوفها بعد. خليني خدامة عندكم. ما أريد أرد هناك. كرهت الديرة وكرهت بيت أهلي وقاع أبويا من بعد فريال وفاخر ما أقدر أعيش وياه بعد. بس يعني قرار نهائي. إي نهائي. هاي هي زين لعد. هاي قدام ابن خالتك تسوي لي وكالة حتى أجيب ورثنا أو حقنا من القاع والحلال والبيت وكل شي تركه أبويا. إي خويا أسوي لك. ميثم قال عافية هدى خوش تتصرف. محمد خوش زلمة وراح يحميك. لا تطلعين من شارع أو ظلي مشلبة بي. هزيت راسي إن شاء الله. قررت هاي هي بعد بس كون ما يتخلى عني هو. انتي بحمايتي ايش حد اللي يوصلك ولا تخافين. ما تخلى عنك ما دام النفس يصعد وينزل. ميثم قال اريد اخابر اطمن اهلي. وصلت. جاب التليفون محمد ودق على عمه وقال له باكر يرجع لانه حاضر تجول ما اقدر ارد بعد. ظلينا نسولف ونحكي. محمد يسأل واجاوب. كان كلش مقهور. حتى شفته يمسح دموعه على فريال. كانت حيلة تحبه وتكيف عليه لذلك تأثر عليها. دق تليفون تالي الليل. جاوب ميثم منو تفضل. ها عمي الله يسلمك. ها اي هدى وصلت يمي وفاخر أحسابه عسير وياي يحضر نفسه للمحاكم أو سده. وأني قمت أرجف. ها خويا يا هو عمي عليوي يسأل عليك فاخر يمه وجاي يخابر حتى يتأكد. خايفة خويا لا تخافين أني موجود. ثاني يوم دا أغسل طلعت وكان أسمع صوت فاخر. طلعت والخاولي على راسي وأسمع صوت فاخر. رديت للحمام. شافتني سندس أصعد فوق الغرفة وسد الباب عليك ولا تنزلين إلا يجي محمد. أركضت الدرج بساعة وطبيت سديت الباب وأرجف. دخيلك يا ربي دخيلك يا علي يما بس لا يصعد لي. قعدت بالقاع أحس حيلي راح وجسمي يرعش كله. متت يا ربي. صارت طلابة بين محمد وفاخر. ظليت أروح وأرد ندق الباب. يا هو أني سندس افتحي.
الباب حبيبتي، ركضت فتحت الباب. هاش صار؟ ما صار شي اللي تخافين. قاعد بالاستقبال هو وولد وياه، يا هو ما أعرفه، ولد ضعيف وطويل. أخاف أنواضم، خفش شكله وبلا. أقول لك إيش يحجون شي يقولون؟ والله ما أدري، ما رحت يمهم، خالتي يمهم. كون هاي سهيلة بمكانك كان تلقيها لازقة بالباب تصنط. لا عيب، مو من أخلاقي، ما أحب أتدخل وأحشر روحي، يمن فدوى روح لج. نزلت سندس تحضر الأكل اللي هناك وندق الباب. صياح محمد وطلع يمشي. نزلي يمي، أريدك تقولين بوجههم أني ما أريدكم. زين؟ أي خويا تامر أمر. نزلت الدرج وأني أرعش من الخوف. أول ما طبيت خزرني فاخر. لا بارك الله بيك أم الطلايب أم الفنون. ممنوع تحجي عليها يمي، هي فهمت؟ احجي هدى، ترجعين وياهم لو تظلين وياي، وأنا بعد على اليمن هجيت حتى أرجع وياه. لا خويا أنا ما أريدهم، ذولي مش بشر، ذولي وحوش. ذبح أختي الله لا يوفقه، لا هو ولا مرته. جاش تردين أعاين عليها وهي بطنها شكبرها وتانيها لحد ما تجيب الولد وأنشهر بالسلف؟ كله من مرتك هي المصايب. حسن أخوها هو اللي قشمر أختي وسوى اللي يريده بيها. لتذب بنتها يمكن على الولد. لا ما أذب، نوبتين فريال قالت حسن انطاني حلاوة، ونوبة منطيها لعابة حتى يقشمرها. السكير ماكو غيره تهجم عليها، مثل كل مرة يتهجم علي وأنهزم منه. وليش ما حكيتي لو صدق؟ انت ما تصدق، بس بسهيلة، سهيلة عاميتك عمي علينا. حكى محمد انتم مو بشر، حاشا تكونون بشر، شلون قدرتوا تذبحون وحدة معوقة؟ ما تخافون الله؟ شوف فاخر، إلي حق يمك أريد حقي وحق أختي هدى. اتنازلت إلي وسوت لي وكالة، ريد حصتنا من القاعة. سمعت؟ حصة هدى ما أنطيها، وهدى أخذها اليوم باكر، وش تريد تسوي سوي. هدى أختي من أمي وأبويا، وهناك عمامنا وأهلنا. هنا يمك ما أمن عليها خوش. غصب عليك آخذ حصتها وإلا اشتكي عليك للأمريكان. أني لحد الآن ساكت هو الكم وأقول أخويا وعمامي بس الهدى وكافي. روحي هدى صعدي فوق، والزلمة يتقرب منك ويلا طلعوا برا. ما يشرفني أستضيف مجرمين ببيتي خوش، وأنا وياك والمحاكم. خوش حميد حميد سوري تطردنا؟ يا ابن أبويا على مود مر الله كريم، قوم نواظم، أخلي عمامي هم يتفاهمون وياك بالعشائر، وخلي الأمريكان يفيدوك ببغداد. دربي يسد ما يرد. يلا طلعوا. محمد خويا أني بحمايتك، لا تسلمني إلهم، والله يقتلوني. والله لو أعرف أموت ما أرجعك إلهم، وأني وهم والزمن طويل آخذ حقي منهم مربع. مال 20 سنة تارك حقي وورثي، الله يخليك إلي بجاه الحسين. مرت الأيام وأني يم بيت أخويا محمد ارتاحت، بس فجأة قامت تجيني كوابيس بالليل. قمت أشوف فاخر يذبح فريال يريد يذبحني، وأقعد أصرخ ويلتمون علي. خالتي تقرأ علي قرآن ويهدوني، وكل ما أخفى يرجع نفس الحلم. صار النوم حسرة علي. محمد وخالتي أخذوني للكاظم زوروني، بس هم ما فات. قمت أكره الليل، تركت الأكل والشرب، اتدهورت حالتي. قمت أحلم وأني قاعدة أشوف فاخر بإيده السكين ويريد يذبحني. لو أشوف يذبح بفريال وهي تصرخ. هدى لحقيلي. اتسودنت، وابن محمد قام يخاف مني يشوفني أصرخ، وهو هم يبقى يصرخ. قامت سندس وأخذت ابنها وراحت لأهلها. احتاروا النوب بي، تالي أخذوني السادة يوميا المكان، وما فات النوب وصفوله لدكتور نفسي، وهم قمت أروح إلا بالأسبوع مرتين، بس ما تحسنت. بقيت شهر على هاي حالتي. بهذا الشهر ما حد إجا علي من عمامي، ومحمد احتار بي هو وخالتي. مرته خطية أخذت ابنها وراحت لأهلها. النوب اجيت حملتهم همي، وهم حالتهم على قدهم. كنت أحاول أصير زينة وأنسى، بس الصورة والحلم ما يفارقوني أبدا. أخت خالتي مرة كبيرة جتنا خطار، وصدفة سمعتني أصرخ هاي شبيها أم محمد، ومنو هاي؟ والله يا خيا هاي بنت رجلي أخت محمد. شايفة أختها ميتة قدامها، وصارت عدها حالة متروح من بالها، مثل اللي اتعارضت. يا خطية ليش ما تاخذوها لسيد بكربلاء يقرأ عليها، ومناك أخذوها لكربلاء عفوها يومين 3 أو تعاي، والله تصير زينة. هاي بنت سميعة، تتذكرين من ابنها تكهرب ومات بإيدها؟ هم هيج وأخذوها للسيد روحاني بكربلاء يقرأ عليها آيات قرآنية، وصارت زينة على إيده. والله يا ريت خطية تكسر الخاطر ويتيمة. إي بس ياخذ فلوس منكم ترى. إي ندبر ما يخالف، والله يجي محمد ونقول له. كنت أرجف بوقتها وأسمع الهين، أتمنى صدق أصير زينة وأرجع لحالتي.
اجت المرة تقربت مني، ها باجي، اسم الله الرحمن بنتي، إن شاء الله ما بيك شي حبيبتي. خلت إيدها على راسي، مدري إيش قرت. الله يباوع لك بنتي، حسيت براحة، كنت حيل مكسورة وتعبانة، أتمنى أموت وأخلص، تعبت من كل اللي حواليا. راحت أخت خالتي وإجا محمد أسمع يقول للأمة اشتاقيت لمصطفى، روح جيبهم، لا عوفيهم، الولد يبكي خاف لا يصير له شي. أسمع أنا وأبكي، يا رب وشنو ذنبه، حرمته من ابنه وزوجته. النوب خالتي حاجته على أختها، والله على وآخذها أنا وياها انتي وياها سور وروحوا. بس دقول لخالتك تقول خالتك يريد فلوس، ما يخالف، أتدين إلها من أصدقائي على ما أروح أجيب حصتي وأرجع الدين. أني غير حالتها هي، أخرتني كان رحت جبت حصتي وإجيت زين لعد. أتصل على خالتك وأشوف جابت العنوان لو لا. إجا فات محمد دي يشوفني، محمد عندي فلوس وذهب لا تتدين، أنا من ماتت أمي وأنا أروب وأسوي جبن وقيمر عرب أو دهن حر وزبد وكل شي أسوي من غير المكانيس وأجمع وأضم. هاي صار كم سنة وأني ما أصرف أبدا ضامتهن، لا ذني إلك ما يصير أخذ منك، خويا عدي والله أني فوق تعبك النوب تتدين، فلوس على مودي، دنيا عندي فلوس، شي اللي بيهن، بس خليه أخلص من هالكابوس تخلصين إن شاء الله. ثاني يوم توجهت لكربلاء، أنا وخالتي وأختها أم سرمد، صعدنا نفرات لكربلاء ونزلنا بنفس المكان، طبينا السيد مدري شيخ، لقيت سرى نسوان وزلم، لزمنا سارة حالنا حالهم. أنا كنت خايفة لحد ما وصل إلنا سارة، طبينا كان رجال كبير بالعمر شكله وقور. قال لخالتي أم محمد تفضلي، والله جايتك على بنتي هاي، وبدت تحكي له شلون شفت أختي مذبوحة وتعارضت، قامت تشوفها بالحلم وتخاف. هز راس السيد، احكي لي انتي بنتي شو تشوفين؟ أنا أشوف أختي يذبحون بيها، ويجي أخويا يريد يذبحني، وحتى بالنهار أشوفه جاي يذبحني. هز راسه وطلع القرآن وحط إيده على راسي وظل يقرأ قرآن بالنص ساعة. النوب انطاني عوذة، قال هاي ما تذب بيها أبدا، وهذا ما يتغسلين وجهك بيه. وقال لخالتي طلعوها، حاولوا تطلع من البيت وتغير جو. إن شاء الله. وهسه أخذوها للإمام العباس، خلي تبات بيه ورجعوها للبيت، إذا تحلمت ردوها إلي إن شاء الله. بس أهم شي تلتزم بصلاتها وتقرأ قرآن، وخلي تطلع، أخذوها زيارات أماكن مفتوحة، أي مكان، المهم تطلع وتنسى، أي تتدلل، بس خلي تصير زينة. إيش قد تامر سيدنا بكيفكم. طلعت خالتي فلوس اللي نطيتهن إلها ونطته، أو طلعنا صدق. أني من طلعت من بيتها عين بالطريق أحس نفسيتي ارتاحت، إنه بقرأ علي ردت أنام وأني قاعدة. أخذنا تاكسي ورحنا للإمام العباس عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. زرنا، شقد ارتاحت، اتذكرت من كنا صغار أمي سجلت حملة دار وجابتني لكربلاء، زرنا، طبينا لحضرة الإمام العباس، وأنا إيش بيك يا عين، من دمع ذبيهن، أبكي من كل قلبي. هناك وقلت لها خالة أني ما أعرف أصلي. شنو معقولة؟ إي والله، بعد بس نرجع أعلمك الصلاة. يا ريت خالة، أمنيتي أحد يعلمني وأصلي. إي لازم تصلين، شفت الشيخ إيش قال؟ تصلي وتقرأ قرآن، يلا الطيب، الصلاة راحة نفسية. والله خالة أتمنى، بس شو أسوي، مو بيدي، يصير خير بنتي. زين تعرفين تقرين مو خالة؟ إي خالة، اقري قرآن يلا. جابت لي قرآن من مكتبة الحضرة وقعدت أقرأ، صدق أحس ارتاحت، ولا شفت خيال فاخر ولا صورة فريال. بذاك اليوم كله من طلعت الصبح لحد الليل بتت بالإمام العباس، وخالتي حاطة القرآن جوا راسي. نمت ذاك اليوم للصبح وما فزيت أبدا. قعدت على صوت أذان الفجر والناس تروح وتمشي، لقيت أم سرمد تسبح يم راسي، عاين عليها، شافتني قامت تصلي على محمد وآل محمد. ها بنتي شلونك اليوم؟ خالة شو نمت وما تحلمت؟ دقت على زندها، فدوى لاسمك يا أبو فاضل. لعد لعبة، هذا العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، جاهد كبير عند الله، هم وسيلتنا نتقرب بيهم لله. اجت خالتي شافتني قاعدة، صلت على محمد وهم سألتني شلون صرتي. من بعد ما طلعنا وافترينا واشتريت ملابس، رجعت للبيت حيل محمد فرح بي، وخالتي علمتني الصلاة وقمت أصلي.
شقد فرحت بالصلاة والتزمت بيها وبالتسبيحات وقراءة القرآن. سندس رجعت بعد ما اتحسنت ومحمد راح للعمارة يجيب حصته. حيل ضل بالنا عليه بوقتها، ظل 4 أيام ورجع، كان ضايج مبين عليه متعارك. قلت له ها بشر، قال تعاركت ويا فاخر ما يرضى ينطح حصتك. الله لا يوفقهم، ما يتفقون أبدا. سمعت لك سهيلة جايبة بنت منغولية، سبحان الله شوف ربك. صدق أنا عفتها حامل بوقتها، شوف الله شلون كانت ليل نهار تقلد وتصيح على فريال المسودنة المنغولية. هاي أول شاراتي بيهم، يا رب كن ما يتهنون أبدا. صارت محاكم وطلايب بين محمد وفاخر إلى أن باع البيت والقاع والحلال، ومحمد طالب بفلوس المحاصيل لحد ما أخذ حقه وحقي من فاخر، بس بشرط اتبرى مني فاخر ومن محمد تبروا عمامي من عندنا، وشمرة ومحمد من العشيرة. محمد قال بعد أحسن، هيج عشيرة ما أريدها. جاب محمد الفلوس والطاني حقي، قال هذا حقك، بس أفضل تشترين بيت بفلوسك أحسن، ضمنين مستقبلك بيه على الأقل، عندك بيت كل شي يصير. خويا أني بكيفك، شو تقول أنا أسوي؟ أني ما عندي غير الله وأنت هسه. زين لعد أشوف لك بيت، وأني هم ناوي أبيع البيت وأخذ بيت كبير، هذا ما يكفينا. كيفك خويا؟ بعد مدة محمد لقى قاع صرف طابو. أخذ محمد 200 متر إله وأني 100 متر إلي، بنا بيته أو بيتي واحد بصف الأخ، وأجر بيتي قعد ناس بي، قال تستفادين من الإيجار، وتحولنا بالبيت الجديد. انطاني محمد غرفة إلي وأنا أثثتها من فلوسي، تغيرت حياتي 190 درجة. حسيت ببيت عائلة تحبني ومكان نظيف وما محتاجة شي. اشتريت بغرفتي تلفزيون وستلايت، هسه وطاب، وقمت أتفرج مسلسلات بوقت فراغي، لأن قمت أشتغل وياهم بالبيت. أخذت الخبز والتركيب علي، وكانوا حيل فرحانين بأكلي وخبزي. مرت محمد جابت بنية، ومحمد سماها فريال على اسم أختي، وشقد فرحت بوقتها. محمد قام يجيب لي كتب مجلات، يقول لي اقري الثقف وتابعي برامج وفي المسلسلات. قلت له ليش؟ أريدك تصيرين فاهمة وواعية ومثقفة. قلت له خوش، وهذا حكيك غيري، أريدك تحكين مثل سندس ومثلي، يعني بغدادي. أي خويا، هو أني تعلقت أو تعلمت كم حكاية منكم، إي سباعية، وبعد أكثر أريدك إن شاء الله. صدق قمت أقرأ مجلات وكتب وأشعار. بعد فترة فاجأني محمد بموضوع، قال هدى بالدوام يردون وحدة تتعين مفتشة بالعيادة الشعبية، وأنا فكرت بيج، ليش ما تتوظفين أحسن ما قاعدة هيج؟ ها خويا أخاف ما أعرف. لا تعرفين، وأنا وياك هدى أريدك تصيرين سباعية. ما أدري والله، أفكر وأشوف. بقيت يومين أفكر الصراحة، خايفة مترددة، ما أعرف أختلط ويا الناس، ما أعرف شلون أتعامل وياهم. كنت حيل مترددة بموضوع التعيين. بديت أستشير خالتي وسندس، أقول لك سندس ها قولي شنو رأيك بشغلة التعيين ويا محمد بالمستوصف؟ قصدك بالعيادة؟ إيش تقولين؟ والله أني أقول أحسن فكرة، وشوية تغيرين من روتينك وتطلعين تشوفين الدنيا تشوفين الناس. والله أحسها خطوة أحسن إلك حب، جربي ما تخسرين شي. ما أدري، خايفة ومترددة. على شنو الخوف؟ محمد وياك، أو هي شنو الشغلة تجي النسوان تفتشيها وتفوت وخلاص، واني ما أعرف على شنو أفتش. أكيد راح يعلمونك ويفهموك. خو ما هيك رأسة تروحين تتعينين قابل قوترة؟ ما أدري، خايفة. لا تخافين والله، تتندمين إذا ضيعتي هيج فرصة من إيدك. عوفين ايش راح أسوي غدا؟ ما أدري. أني أرد أنجدك، أسألك مو أنجدك. إيش قلنا؟ مو تحجين مثلنا. أحب أحكي بلهجتي، ترى حلوة، ليش تعيبون عليها؟ حبي مو نقلد، بس انتي هنا ببغداد احكي بلهجتنا أحسن وغيري من نفسك. فكرت في الموضوع وقبلت. بعد يومين محمد قال باكر تداومين. خلصت كل الإجراءات. سندس روحي انتي وهدى اشتري لها فد لبس حلو تداوم بيهن، شي مرتب أريد، لأن يعرفون هاي أختي. سندس صار أخذتني سندس للسوق بوقتها، بس أباوع وهي تشتري على ذوقها. أخذت لي جبتي ألوان اللي هسه أتذكرهن، أو جبتين سوري، واحدة رصاصة وواحدة جوزية، ونسقت جنط وربطة وأحذية فدلون الكل جبة. وأخذت لي ساعة وهم كم شغلة. أنا بس أدفع فلوس وهي تشتري. كنت كلش فرحانة، تغير كلش حلو. وين كنت وين صرت؟ ألف الحمد لله والشكر، حاشا لله ينسى عبده، يغير من حال إلى حال. ثاني يوم صعدت بالسيارة، كانت قريبة
علينا العيادة مسافة 10 دقايق. قلت له محمد خايفة. لا تخافين، انتي سوي اللي أقولك عليه وبس، وكل شي لا تتصرفين بدون إذني، ولا تحجين إلا يسألونك وجاوبي قدر السؤال. زين يلا نزلي. نزلت شايلة الجنطة بإيدي بس أرجف قوة مسيطرة على روحي. طبيت ومحمد يسلم، صعدني للمدير. طب سلم، قال له قدم لك أختي هدى. أهلا وسهلا. مد المدير إيده حتى أصافحه، وأنا يا شلون أسلم؟ عيب ما يصير. ظليت واقفة. ابتسم المدير ورجع ايده، قال تفضلي بابا. ابتسمت إله وقعدت بصف أخويا وظل يحكي ويشرح على طبيعة عملي، وأني بس اي صار وهز براسي. قال هسه تفضلي انزلي يم فاطمة تعلمك. نزلت أنا ومحمد. أخذني الكرفان. طب سلم على فطوم، شلونك؟ أهلا أستاذ محمد. فطوم هاي أختي هدى، اتعينت جديدة وياك، أكيد عندك علم. إي قالوا. إي لعد علميها لأن ما تعرف شنو طبيعة الشغل. أوكي أستاذ. يلا أروح أني. فوتي يم فاطمة. كانت فاطمة حلوة ولابسة بنطلون وقميص وخلة مكياج. فوتي حياتي، قعدي تعالي علمك شو نسوي. بالبداية أني فاطمة ما متزوجة وعمري 25 سنة، بل كنت تلقيلي عالريس وتضحك. إيش بيك ضحكي الشاقة؟ أو قعدت تشرح لي ويطب النسوان أو جهالهن يجن يلقح عن الجهال، هي تفتش وتاخذ الموبايل ويطبن. قالت يلا هسه دورك اشتغلي، شوفيني شغلك يا حلوة. صارت تدللين. شفتها كل سهلة الشغلة. اجاني النسوان وقمت افتش بيها وطلع انا وفاطمة لازمة الموبايل وتدق سوالف وضحك، وانا قمت اشتغل. قالت عاشت ايدك. او منا تعودت على شغلي وصارت سهلة، وعلاقتي بفاطمة صارت حلوة. كنت ما تجاوب وياها، بس شفتها حبابة أو مرحة. وفعلا مثل ما قالت سندس، هنا بديت أهتم بنفسي وبديت أشتري ملابس. أول راتب أخذته اشتريت ركض ملابس بيه، أو كنت فرحانة كلش. وصارت فاطمة صديقتي وكلش وكل شي سوري أحكي لها، بس محمد محذرني أحكي الماضي أبدا، فلذلك ما حكيت غير اللي غير محمد أخويا وأني ما متزوجة. بس نسولف على اللبس على المسلسلات، وهي تحب ابن خالها وتحكي لي كل شي. كانت وطبعا محمد اشترى لي موبايل وتبادلنا أنا وياها الأرقام. طبعا بالحكي قلت لها عندي بيت ومأجرته وأخذ فلوس إيجاره، وقمت ألبس ذهبي بالدوام كل يوم أروح بشي جديد. فد يوم خلص الدوام طلعت ويا فاطمة، كان يجي ولد يسلم مرحبا أهلا وسهلا. فاطمة قالت هذا أخويا منتظر اللي يداوم ويانا، قلت لك عليه. أهلا وسهلا. إجا محمد هم سلم، قال يلا نروح. صعدنا بالسيارة وأشوف محمد ضاج، قال شو عنده منتظر واقف يمكن. اجى على فاطمة ياخذها هستوى. أها يعني ما حكى شي؟ لا لا. أها زين هدى خليك بشغلك وبس. إي خويا ايش تدري بيه، ايش عندي قابل، عافية عليك. رجعت لي البيت وقت غدا، غيرت ملابس ونزلت اتغديت. فريال الصغيرة تشوفني تشلب بي لأن دائما اشتري لها وألعبها، هي استوها تمشي. حطيتها بحضنه ووكل بيها محمد يقولها تعالي، تقول له ما. سندس هم تقولها تعالي، تقولها ما. ظلوا يضحكون عليها. خلصت الغدا ومثل كل يوم ألزم المواعين وأنظف البيت كله يومية هيجي، والعشاء نسويه سوا وأغسل مواعين هم. أحب أشتغل، متعلمة وما أتعب. مرات يحكي علي محمد يقول لي أنتي تعبانة، أقول له لا عوفني. فتعودوا أكثر الشغل علي، أشتغل بهدوء وبلا تذمير. هنا بدأ أخو فاطمة يومية أشوفه، وبدت فاطمة تحكي لي لك أخويا شافك تعجب بيك وبس يسولف ايش قد حلوة وايش قد مؤدبة. قلت لها وأني الشاكو شو علي؟ ما يصير واحد ينعجب بيك يا معودة؟ عيشة حياتك، قابل تظلين طول عمرك بلا زواج، بس شغل ودوام. غير الإنسان المناسب بالأول وبعدين بكيف أخويا أني. باع حاية والله في الطيرة بكيف أخوها. ظلت يومية تحكي لي حكاية، ويومية بالطبة والطلعة ألقى أخوها عبالك منتظرني. فعلا مرة شافني قال تأخرت اليوم، صار ايش قد منتظرك شنو مثل ما سمعتي. هنا بدت نظرات إعجاب بيننا، وكل ما أطلع أشوفه يبتسم لي وراها، إلى أن صار الاتصال بيننا. ما أخذ رقم موبايلي من فاطمة وقال أني أحبك وأريد أتقدم لك. قلت له أني بكيف أخويا وبعد لا تخابر، أخاف من أخويا. أو صدق كنت أرجف بوقتها، كني مسوية جريمة. ثاني يوم هم شفته واقف. طبيت لي الكرفان. صباح الخير فاطمة، منو قالش تنطين رقمي لأخوك؟ صباح النور على كيفك. هو قال لي أريد أحكي وياه حتى أخطبها، المفروض تسأليني بالأول يلا تنطي. ما صار شي. لا صار، بلكي تخابرني وأخويا قاعد. شو أقول له؟ ترى راح أي خطبك.
أخويا قصده شريف شنو؟ إيش بيشتوله؟ أدري بيج انعجبتي بيه، لجو هو ميت عليك اليوم ما أجيكم للبيت أنا وأمي، أو صدق إجتي فاطمة وأمها للبيت يخطبوني وخالتي قالت إلهن نقول لأخوها ويصير خير، بس من سمع محمد ما قبل ورفض. حاولت خالتي تفهم ليش، قلها مو خوش ولد ما ارتاح له، ومو هذا الهدى. خالتي قالت لي محمد ما قبل، قلت لها ليش خالة ايش بيه؟ والله يقول مو خوش ولد وما مرتاح له، بس أنا خالة قابلة بيه. بكيف أخوك بعد حيل ضجت بوقتها ورجعت خبر الفاطمة ما قبل محمد وسدي الموضوع. ثاني يوم داومت وشفته واقف بزلايد، دخلت الكرفان. فاطمة قالت منتظر حيل انقهر وضاج وهو يحبك ويريد يحكي وياك هسه. شنو يحكي؟ انتي بس اسمعي منه، هاج خابرته. يا ولد شكو خابرتي؟ حطت الموبايل بإذني وإجاني صوته. ألو هدى، أحكي وياك أحكي. ألو شلونك؟ زينة، بس أنا مو زين من البارحة ما نايم على مودك ومقهور هدى. أني حيل حبيتك وجيت أخطبك، يعني قصدي شريف. ليش أخوك يرفضني؟ ما أدري، أنتي لازم تحجين وياه وقولي له أني رايدته. أني لا، شلون هيك أقول له؟ لو أموت أستحي. هدى أسألك سؤال، أنتي قابلة بيا لو لا؟ ها؟ أحكي لا تستحين، أني بكيف أخويا، ليش لا تخبليني؟ مو أني أحبك، أحكي ويا أمك ويا أخوك خليه يقبل. أني ما أقدر، تريد أنت أرجع أحكي وياه؟ وشمرت التليفون على فاطمة. أحس نفسي مسوية جريمة، أنا بلا كل شي وتصير لي مشاكل كانت، ما أريد أسوي شي وأستغل طيبة محمد وأفقد ثقته، خلي هو يروح لمحمد. فاطمة قالت إيش بيكي معودة كأنك مسوية جريمة، إيش بيكي ترجفين هيج؟ خايفة حيل، أني أحب أخويا وما أريد أزعله، يا معودة وهو إيش بدري يقابل تحجين وياه، ما يخالف. أني خايفة. أو أخوك إذا يريدني خليه يحاول يقنعه، ما أدري أقول له بس الصدق إذا ما شايف أنا ما شايفة وحدة مثلك فقيرة. هنيال منتظر لو أخذك. دق موبايلها قالت هذا الحب حسام، خليك مثلي قوية، شبيكي حظك؟ وقاعدة تتسولف وتضحك ويا حبيبها وأنا أشتغل وأفتش الرايحة والجاية أو هي تقرقر وتسولف. خلصنا، طلعت لبست جنطتي وطلعت من الكرفان. شفته واقف إجا على السارع. هدى، التفتت عليه، صخام روح لي يشوفك أخويا. خلي يشوفني، ليش أني أحبك، شبيك يا جبانة؟ إيش طالب منك؟ قولي إيه أريده وخلاص والباقي علي. عافية روح. هسه مشيت من عنده خايفة وأرجف رغم محمد ما مخوفني، بس أني أحس جاي أسوي شي غلط وخايفة. طلع محمد شافني واقفة، أشوفه يباوع منتظر واقف يستغفر ويجر حسرات. صعد بالسيارة وصعدت ورا. قال هدى ترى منتظر ما يفيدك صديقي وأعرفه، مو مال زواج، يومية ويا وحدة، أو هي ماكو وحدة تجي للعيادة إذا ما تشلى بلها ورقمها. شيلي من بالك، أنا أريد لك واحد ثقيل ورجال موزون، مو هذا. وأني شلي الشغل بيه، أني أقول لك وبعد بكيفك. ضجيت حيل من قال لي عنده علاقات وانقهرت حيل، ردت أبكي بس أحكي بقلبي محمد يعرف مصلحتي، هاي هي أشيله من بالي بعد ما أريده. وأحسن شي محمد رفضه. رجعت للبيت حتى متغديت، رأسة نمت مقهورة الظهر، ما أعرف ليش، يمكن كنت متأملة بيه. خالتي دزت علي مصطفى، عمه هدى تعالي تريدك بيبي. إي عمه جاية. نزلت. ها خالة تعالي يمي، ليش ضايجة؟ ترى أخوك يريد مصلحتك. إي خالة أدري وأنا شلته بعد من بالي، حاجاني محمد اليوم. أو خلاص شلته من بالي. إي عافية عليك. لعد ليش ما أكلتي؟ ما أدري خالة ضجت. قومي يما أكلي لقمة مو زين عليك. إي خالة. قمت صبيت لي تمن وفوقها مرق وأكلت، وقمت نظفت لقيت المواعين مكومة. سندس تعلمت بعد بس تركب والباقي علي. جلفت المواعين ونظفت البيت وطلعت أغسل الجراج وغسلت ملابسي وملابس خالتي ورجعت فوق. شغلت التلفزيون واتفرج. جت رسالة من المنتظر، هدى شلونك؟ ايش سويتي؟ حكيتي ويا محمد؟ قريتها وقفلت الجهاز حتى ما رديت. ثاني يوم كانت جمعة ما رحت. محمد قال أخذكم للكاظم نزور ونتغدى هناك ونرجع. إي عافية خلي نطلع. عاد صدق رحنا نزور. نخيت الإمام إذا بيها صالح يمشي الشغلة، وإذا لا كن تتعرقل وليش لا قلبي يا ربي ما أقدر بعد. محمد غدانا بالمطعم وأخذنا فرنا بالسوق، هم اشتريت ملابس وشغلات ورجعنا. ثاني يوم داومت. أول ما نزلت أشوفه واقف لابس قمصة لجلد وبنطلون جينز، كان شعره سرح حلو. قال ولي فوق ويلمع مدري إيش حاطله ومتشتف يباوع لي. عزة ولا يخاف من محمد فوتي. وراح الغرف، فوتني سوري وراح لغرفته. كان محمد شغلته على الباصات.
طبيت لقيت فاطمة عبالك عروس المكياج والبنطلون والقميص لحد ما كملت شغل، ومن طلعنا نفس الشي واقف لي ويضحك لي. رجعت دق رسائل أقرأ وما جاوب، مو لأن بس أخاف من محمد، لا، بس ما أعرف شو أكتب له. هو يكتب لي أحبك وشاريك وهواية غزل وأشعار. يوم ورا يوم بديت أفرح من أقرأ رسايله، أحس قلبي بدا يدق إله، إلى أن بديت استجاب إله. رجع خطبني مرته الثانية وحاجاه محمد، قال له أني أحبها وهي تحبني. محمد رجع للبيت ولزمني وتعصب. مو قلت لك عوفي شنو يحبك وتحبيه؟ يقول لي هدى ما يفيدك هذا. والله محمد بس أني راضية بيه، خلاص مدام راضية بيه هاي هي، الله يوفقك، بس أني مقابل وراح أوافق، وأني مقابل بلغيه خليه يجي يخطب. رغم محمد مقابل وضايج بس فرحت بيه. خابرته وقلت له محمد وافق، حيل فرح وقام يهوس بالتليفون. بعد أسبوع صارت الخطبة وكنت حيل فرحانة، بس محمد شايل همي وما يحكي وياي ومن يحكي وياي سوري قوة عالية. عقدنا منتظر فرحان حيل، وأني هم هنا بدا منتظر يتقرب مني. قمنا نسهر سهراني نبقى سهرانين للصبح، دق سوالف صعدني للسما من الفرح، وكلامه وغزله حيل حبيته وتعلقت بيه. قمنا كل يومين ثلاثة نطلع مطاعم منتزهات، كان طاير بيا وأني حيل فرحانة، دلال ودلع وونسة وغزل. وين هيج لاقيه؟ أفرحت وقلت خلاص هذا الرجال اللي الله وداه إلي هدية. طولت فترة خطوبتنا 3 أشهر، كان يجمع المهر بس أني أقول له ما أريد شي، بس أنت تكون يمي، وهو يقول لي مو أخوك ما يقبل. بعدين قلت له أنطيك بلا ما يدري، قول مني أصلا ماكو فرق، وهن أول وتالي إلي. بالبداية رفض وبعدين قال موافق. فتحنا موضوع السكن، قال بيعي بيتك ونشتري بيت احنا وأهلي سوا كبير. قلت له لا عوفة، البيت للمستقبل. سكت وقال على راحتك. اتفقنا أنطي فلوس الذهب والنيشان وغرفه، وهو يقول مني دني. قلت له باكر العصر أنطيهن إليك. قال أوكي. رجعت للبيت الظهر أني ومحمد، وأشوف خالتي واقفة بعباتها برا بالشارع. محمد قال شكو يا ستار ايش صاير؟ خير. طبق السيارة ونزل. هاي يمه شكو؟ يمه مصطفى لي هسه ما جاي. شنو ما جاي؟ بيش الساعة؟ باوع على ساعته، قالها بالوحدة وهو يحل ب 12. وين الولد؟ ما أدري. أو رحت للمدرسة ماكو الحارس، قال كلهم طلعوا. قلت لها خالة أخاف رايح ويا أصدقائه. محمد تخبل. أنا طبيت لقيت سندس تفتر. ها ما بين مصطفى؟ لا والله ماكو. صعدت غيرت ملابسي على السريع ونزلت أركض خايفة وقلقة عليه. طلينا ننتظر للثنتين ماكو. طب محمد ها ما أجا؟ لا ماكو. خالتي قامت تلطم والسندس هم. يما ابني وين راح؟ عزل عزاني. رجع محمد وخالتي يدورون، وسندس خابرت أهلها جويها هم أبوها وأخوانها يدورون للمغرب وماكو. هنا صدق خفت أشوف أخويا محمد يبكي، قام على ابنه. متى قهر والله ما يستاهل. كان يدق تليفون محمد رقم غريب، بسرعة جاوب. قال له ابنك يمنه، حضر 10 دفاتر ويرجع ابنك. ماكو أذبحه إلك بس باكر. محمد قالهم لا تأذونه، ايش تردون نعطيكم؟ سدوا الموبايل. قال مصطفى انخطف. كلنا صرخنا بذاك الوقت. الولد ينخطف ما يرجع سالم حتى لو ندفع فلوس. أخو سندس قال له بلغ الحرس الوطني. يا معود يا حرس أدفع فلوس وأطلع ابني، بس المبلغ هواية. قال أدبر وباوع علي. أنا بسرعة افتهمت، قلت لأخويا كل ذهبي وفلوسي يمك، وحتى البيت هم بيعه، بس خليه يطلع مصطفى. ما أدري ليش أنا شاكة هو خطيبها يعني. المهم نرجع نكمل. ويرجع سالم. باوع لي وهز راسه متقصرين خويا. صعدت فوق وجمعت كل فلوسي بذاك الوقت. كان عندي 15 مليون من غير ذهبي، جمعتهن ونزلتهن، وسندس طلعت ذهبها، وخالتي هم، ومحمد فلوسه. والصبح أخذت خالتي الذهب كله مالتها ومال سندس ومالتي. يلا جاب 7 ملايين. ومحمد باع السيارة وفلوسه. يلا قوة قدرنا ندبر 3 دفاتر. منين نجيب بقية الفلوس؟ قررنا إن بقية الفلوس قررنا نبيع البيوت، بس شلون؟ ما عندنا وقت. هنا منتظر يخابر وما جاوب. آخر شي قلت أجاوبه خطية ظل باله. صعدت فوق وحكيت له. قال وش راح تسوون؟ قلت له ندفع فلوس هسه. جمعنا فلوسنا وذهبنا بس ما كفن، قررنا نبيع البيوت. أشو هذا رأسه تنصرخ بيه؟ شنو تنطين فلوسك؟ منو قالك مو على أساس تنطيهن إلي؟ حبيبي بعد صارت وما أقدر أعوف أخويا بهيج ظروف. مو كيفش ترجعين الفلوس والبيت ما تبيعي؟ لو ماكو كل شي ينتهي بيننا. منتظر ايش تحكي انت؟ اني هذا اللي عندي. من كل عقلك؟ من كل عقلي. والله اذا ما هسه ترحين تجيبين فلوسك بعد تحلمين تشوفين. سمعتي؟
سده بوجهي. يا هذا شبيه صدق يحجي؟ والله لو يموت لو أني أموت ما رجع الفلوس ولا أقضهن عن أخويا. اتجاهلته وقلت مو وقتها، بعدين يهدأ وأفهمه موقفه وأكيد راح يقدر. لزمت الموبايل وقفلته وشمرته بالكنتور. نزلت جوا وما صعدت أبدا، لقيتهم مخابرين محمد، ومحمد قايل إلهم دبرت بس 3 دفاتر، قايلي له ما يخالف جيبهن وتعال للعصر ومنطينا العنوان التسليم. كلش فرحنا وبس ندعكن يرجع بالسلامة. صفاوي كان صغير، صف أول ابتدائي. صار العصر وراح وإحنا كنا نسجد ونصلي وندعي خوف وقلق. راح محمد واحدة إنه بنخاف لمحمد يقتلوه، بقينا نخابر وما يجاوب محمد. زدنا خوف ونبكي. بعد 4 ساعات طب صوفي يركض ومحمد وراه وأخوان سندس وياه. كان محمد فرحان، قمنا نهلهل وفرحنا كلش الحمد لله. والله وأشوف فرحة أخويا إيش كبرها، وأني شاركت بفرحة أخويا. كلش فرحت. بعدين قال هاي الفلوس كلهن كل من ياخذ فلوسه، ليش ماخذوهن؟ قال لا، طلع أخو سندس مبلغ الحرس الوطني وناصبين كمين إلهم أو لازميهم، ومحررين 3 أطفال ويا مصطفى والحمد لله. يومين ما بين منتظر. حكيت لسندس اللي صار، قالت هذا طمعان بفلوسك ولج، لا ما تصور، لتشوفي خلي نختبره شلون. قالت لي قولي له بعت البيت ونطيت كل فلوسي وانطلبت على راتبي الخاطر أخوي. شوفي شي يقول، إذا قبل وسكت أبقى وياه، وإذا لا أتصرف غير تصرف، فهذا طمعان وربك خلصك منه. من هسه أحسن. دخلت بعقل الفكرة أو قلت صدق أختبره ما خسرانة شي. دقيت عليه جاوبت أقول ألو شنو شبيك زعلان؟ أي ما سمعين كلامي، حبيت أبشرك بشنو. طلع صفاوي وكلنا فرحانين. وشلون طلع؟ دفعنا دية يعني بعت البيت؟ إي وكل ذهبي وفلوسي. صدق تحجين؟ أي وشكم خابرتني مو قلت كل شي ينتهي؟ ليش انت متزوجني على فلوسي؟ عادي ترى اعتبرني ما عندي فلوس واني متزوجك على سواد عيونك. باعلك انت طالق وولي يلا كل شي انتهى بيننا وسده. وانا انصدمت، معقولة اللي سمعته هيج باعني بسرعة وأنا اشتريت. انصدمت وشبعت قهر وبكي. بوقتها حكيت لسندس وسندس حكت لمحمد، ومحمد قال مو نصحتك وما سمعتي كلامي، بس الحمد لله من الله كشفه. بقيت 2 أسبوع ما داومت وقررت أترك وأبطل من الدوام بعد. ما أريد أختلط بعد بأحد. انصدمت حيل، أنا وين وهاي الناس وين؟ توسلت بمحمد حتى أترك، قلت له ما أريد أداوم، بس محمد ما قبل قال لا تداومين وظيفتك هاي. وسندس أقدم لك على نقل إذا ما تردين تشوفينه، بس ما تبطلين الناس تتحسر على التعيين وانتي تردين تعوفين تعيينك. لا ما أقبل ولا تعاندين. اسكتت وقلت محمد يعرف مصلحتي، وفعلا قدم لي على نقل لغير عيادة بس بعيدة كانت ومنتظرة أتطلق وتدز ورقة الطلاق، لأن بوقتها عقدنا محكمة. شقد انقهرت وبكيت لأن حبيته وتعلقت بيه وأمنت بيه وهو غدر بيه هيجي. مرت الأيام والسنين. فد يوم طب علينا ميثم ومرته وجهاله. شفته شقد فرحت، ركضت على آمال وحضنتها وبوست جهالها. شعجب جايين؟ ايش جايكم؟ قال ميثم اجينا نزور الكاظم وقلنا نجيكم. رحنا لبيتكم قالوا شالوا، أو جيرانكم جابونا إلكم. محمد رحب بيهم وأني طرت فرح. سألت على خالتي قالت سألتها على خالتي قالت توفت قبل أشهر. دقيت على خدي وما شلون تمرضت وانجلطت وماتت، الله يرحمها، سودة علي يا خالة. بعدين سألته على فاخر قال محتار سهيلة مو قصة وصدرها صار بيها خبيث. يما صدق إي وقامت تضرب كيمياوي وباع عنده والما عنده عليها. سبحان الله. باتوا يمنا ميثم ومرته وللصبح أسولف وياهم عبالك أهلي رجعوا. ميثم يذكرني بطفولتي ومراهقتي وشبابي وأمي وأبويا وخالتي وفريال وكل العمارة رغم الحزن والألم اللي عشته. بس من شفتهم انشرح صدري. ثاني يوم راحوا وشبعت بكي عليهم. أخذت رقم موبايل هيثم أو آمال حتى أتواصل. وبعد مرور 2 سنين من فسخ خطوبتي إجا ابن خال محمد من الخارج، كان بالسويد وقرر يرجع للعراق. محمد عزمه على العشاء وإجا هو وأمه. من شافتني أمه قالت لخالتي ما تنطوها العقيل، يريد له بنية مثلها كبيرة وفاهمة وحلوة. خالتي رحبت بالفكرة وحكت لمحمد وظلوا يترددون علينا. محمد قبل وكلش فرح، قال خوش ولد وفاهم ومثقف وواعي، هذا اللي يستاهلك.
صارت الخطبة وعقيل كلش خوش ولد وبدينا نتعرف على بعض، وبمرور الوقت تعودنا على بعض. اتزوجنا وتركت الدوام بإرادتي وردت أتفرغ إله. عقيل مثقف وهادئ كلش ويحبني ويخاف الله بيه، وحبيته حيل، عوضني عن كل اللي شفته. صح هادئ وما يحجي هواية ونظامي كلش، كل شي عنده بنظام وترتيب، ويحسب لي كل شي حساب. بس تعودت عليه وعلى نظامه وصارت عندي 3 بنوتات وولد واحد والحمد لله رب العالمين. واللي هنا حبايب نكون خلصنا وياكم هالقصة، وانتظروني بقصة جديدة إن شاء الله حتكون هم قصيرة. هسه لا تنسون حبايب اللايك، تعليق حلو مثلكم، واشتركوا حبايب بالقناة إذا كنتوا مشتركين.